شكرا جزيلا لك زميلي أحمد فؤاد، والشكر موصول أيضا لضيفيك العزيزين. الشكر كذلك للسادة المحترمين المشاهدين في كل مكان. مرحبا أهلا وسهلا بكم. طبعا نعود بأسماء حضراتكم مباشرة إلى ملعب نيلسون مانديلا في بلدية براقي ضواحي الجزائر العاصمة، في وسط حضور جماهيري كبير وعظيم شهد حفل اختتام بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين الذي كان حفلا قصيرا جميلا ممتعا رائعا في مستوى هذه الجماهير الجميلة، وفي مستوى القارة السمراء، وفي مستوى بلد اسمه الجزائر. بعد حفل افتتاح كان رائعا ومذهلا، حتى الأطفال الصغار موجودين في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا. الأسطورة الإفريقية الذي يذكرنا بأسماء أخرى إفريقية على غرار سامورا ماشيل، وعلى غرار باتريس لومومبا، وعلى غرار هواري بومدين والعمالقة الذين صنعوا مجد القارة السمراء، وصنعوا أجمل الصور وكتبوا أجمل صفحات التاريخ في النضال والمقاومة والدفاع عن الشرف والدفاع عن الأرض والدفاع عن كل القيم والمبادئ التي لا تزال تؤمن بها القارة السمراء، وتؤمن بها القارة السمراء وتؤمن بالجزائر لكي تحتضن كبريات الأنشطة وكبريات الأحداث الرياضية والثقافية والفنية والسياسية والاجتماعية. القارة السمراء التي تملك خزات هو السيد بيير غيزلان أتشو الجابوني، واحد من أفضل حكام هذه البطولة. على فكرة التحكيم كان رائعا في هذه البطولة. فريد شعال الذي شارك في المباراتين ربع النهائي والنصف النهائي موجود اليوم في كرسي الاحتياط، طبعا بعد الطرد الذي تعرض له قندوز ومنعه وحرمه من المشاركة في اللقاءين ربع النهائي والنصف النهائي. كم هو جميل هذا الملعب، كم هو جميل ملعب تيزي وزو، كم هو جميل. سيطلع جميل ايضا ملعب الخمسة جويليا، كم كان جميلا ملعب 19 ماي بعنابة، كم كان رائعا ملعب ميلود هاتفي كذلك في وهران، بالإضافة إلى مرافق وملاعب أخرى سيتم إنجازها قريبا في الجزائر العاصمة، وقريبا حتى في صحراءنا في ورقلة وبالشار. ضربة الانطلاق أعطيت المنتخب الجزائري بلباسه الابيض في حضور جماهيري امتلأت به مدرجات الملعب منذ منتصف النهار، والمباراة تلعب على الساعة 8:30. كلهم لعبوا في المنتخب الجزائري مع مجيد بوغولا، واولى الهربات والتسديدات اللاعب في البطولة. تلعب على جانبنا كواتي في اتجاه مزيان ورائعة من مامادو صالي، يخرج الكرة من الفاف ديالو حول المر، يرجع للخلف، محاولة التسديد وتغطية دفاعية محترمة. المنتخب السنغالي محترم التغطية هائلة من أيوب عبد. تلعب بينية، رجعت مرة ثانية مزيانة تبعيد الرأسية من هنالك الجزائرية. هو الجول الأرضية والكرة الركنية لصالح مختار بن خيتر من هنالك من أمام جيخون دياي قلب دفاع منتخب السنغال. من هنالك البحث عن راس بالعيد، الكرة عرضية في القائم الأول، محاولة مرفوعة خيلة الدفاع الجزائري بعيد عن بعض المباراة، مش عارف مع بداية هذه المباراة. عن طريق مامادو صالي الخطورة ما زال، والحارس بابو مامادو سي يستلم هذه الكرة العالية. هذا مباراة نهائي بالدموع، ليس لأنها خسرت، ولكن غادرت بالدموع لأنها ودعت جماهير جزائرية أحبتها، والجماهير الجزائرية ساندتها ودعمتها وصفقت لها بشكل كبير جدا في هذه البطولة. نعم، شفنا صور وفيديوهات للاعبين ومسيرين ومدربين غادروا بالدموع، خاصة بالخيتر هاي الكرة لمحيوس وكذلك يرجع الكرة الركنية هائلة من بابا ديالو، 19 سنة في عمره على الصورة، لاعب السنغالي. يحاول يمر دعوة وين رايح والكرة ترد تماس تمسكه وتدخل. حدايا كداد الركنية تنفذ الرأسية بكير يلقى كورتو، يدخل بكير، هيلا منه بكير وتسديدة بعيدة. كرة بكير محمد إسلام لاعب نادي شباب الوزداد عالية بعيدة من اللاعبين المحليين وقعوا عقود احتراف في بمناسبة هذه البطولة. البقية أكيد
سيأتي دورهم بعد البطولة، ممكن في الصيف القادم يعني فترة الميركاتو انتهت. ماذا هنالك سيد الحكم؟ أنا خرجت البطاقة الصفراء. نعم 10 دقائق لعب، التعادل مازال 0 مقاعد لمزيان يلعب كورتو، مزيان مع دراوي فاتوا الكرة وراح يعدل. الآن قلت لكم اوكي لم تسجل يا مزيان في 9 أهداف سجلناها، ولكن رقم 4 المدافع الأيمن، كرة بعيدة للصليب. وين يا جندوز متقدم، لو ضربها بالراس في الشباك كانت تخليك انت تتفرج على الكرة هذه. شوف الإعادة كيف انه جندوز كان متقدم شوية. مزيان يغير لي بالخيطر، لا يا مزيان الاستقرار خمسة ورجعوا 6. التبدي على جيل مع طريقة والدفاع خرجها بصعوبة. أنا ما زالت سنغالية. محيوس يتفوق الروعة. محيوس يستفيد من خطأ يصفر حكم المباراة لصالح ديالو. كدان والحكم يصفر الخطأ. رائع كدان مدافع نادي شباب بلوزداد. جماهير الجزائرية عاملة الأجواء اللي تصنعها لصالح محمد اسلام. بكير يرفع كرة بالقائمة الأولى الرأسية الأولى والدفاع يتدخل وما زال اسلام بكير لم يتمكن منها. مزيان والعوافي يا مزيان يبقى هنا العوافي وحيوس يضغط من أمام قلب الدفاع. ضيوف ترجع مش مدافع يعني. مدافع يكون عرضة أكثر من المهاجم. قدام من أمام بابا ديارو أرضية خطيرة هايلة من عبد اللاوي ينقذ الموقف. كرة صعبة انطلاقا هنالك من بابا ديارو من أمام كداد، مر بروعة وخرجها. تغطية رائعة كانت من أيوب عبد اللاوي يخرجها في الركنية تنفذ بيصرخ سيدي بي يستعد ريحها أبو السنغاليين راحوا على الجهة اليمنى. التغطية من عبد اللاوي